قصة النهاردة بتبتدي ان الولد راجع وهو واخته البيت مبسوطين. البنوتة رجلها مكسورة فاخوها بيزقها، برافو عليه الولد. المهم راحوا لمامتهم، البنوتة جايبة درجة متوسطة مش درجة عالية قوي، بس قعدوا فرحانين بيها وقعدوا يسقفوا لها برافو عليكي. الولد جايب درجة حلوة قوي وفرحان بنفسه جدا. فايه، راحت اتدلقت المشروب على الجزمة بتاعت البنوتة، راحوا مسحوا بالدرجة بتاعت الولد الجزمة ورموها في الارض وقاعدين فرحانين بالبنوتة. الولد حس ان هو زعلان ان هم مفرحوش بالدرجة بتاعته قد ما فرحوا بالدرجة بتاعت البنوتة. شم ريحة اكل من تحت جميلة قوي، نزل قال الله ريحة اكل حلو قوي، اما هنزل اكل حاجة. نزل اكل تفاحة، راحت مامته واخدة منه التفاحة وقالت دي لاختك، ما ينفعش تاخد التفاحة بتاعت اختك. وبعدين لقوا الاب داخل بهديه، قال الله دي هديه حلوه قوي انا نفسي فيها من زمان. بابا اخدها منه واداها لاخته، قال له دي مش بتاعتك دي بتاعت اختك. الولد كان زعلان قوي، راح واخد الهديه وقعد يعيط فيها وطلع على اوضته وقعد يعيط. اخته طلعت وراه وقالت له ما تزعلش، بس هي ما كانتش عارفه تطلع فوق. فهو قعد يفتكر اللي حصل في اليوم النهارده، وان بدل ما اهله كانوا قاعدين بيلعبوا معاه طول الوقت دلوقتي بقوا مطنشينه خالص وبيلعبوا مع اخته. فقال انا هعمل ايه، انا همشي واسيب البيت ده خالص. جاي لقى اخته محشوره في الكرسي بتاعها ومش عارفه تتحرك، قعد يحاول يزق الكرسي لغايه اما اخته وقعت. مامته دخلت من بره قالت له انت قاصد توقع اختك، انت ازاي الغل والحقد اللي في قلبك ده، طخ طخ طخ. وراحت ضرباه عشان هو بيضرب اخته. فهو ما كانش بيضرب اخته، قال لها انا ما بضربهاش، وراح واخد بعضه وجاري. قعد يدور على اي اصحاب يلعب معاهم، بس ما كانش حد عايز يلعب معاه. هو حس ان الدنيا كلها ضده. هو بيقول ده انا من شهر بس كنت بلعب مع اختي واختي بتلعب معايا واحنا كنا كلنا كويسين مع بعض، ايه اللي حصل من بعد الشهر ده؟ انا ازاي الدنيا اتغيرت معايا كده؟ انا حياتي كانت حلوه لغايه اما اختي وقعت ورجلها اتكسرت. انا طبعا زعلان على اختي، بس انا ده كمان زعلان على نفسي. انا مش انا اللي وقعتها، هي وقعت لوحدها. انا كمان زعلان على نفسي، بس ما ينفعش ان اهلي يبقوا فاكرين ان انا قاصد اذي اختي، وما ينفعش ان هم يعاملوني المعامله دي. تاني يوم الصبح اخته قاعده تفكر اعمل ايه، انا عايزه اجيب اخويا تاني، اخويا وحشني قوي. قعدت تسال الناس اللي في الشارع انتوا عارفين فين اخويا؟ راح في اتنين قعدوا يغلسوا عليها، قال الله ايه ده، انت قاعده بتلعبي بالكرسي اللي بالعجل، طب ما تيجي نزقك كده. البنوته وقعت على الارض وما كانتش عارفه تمشي. اخوها سمع صوتها بتعيط، راح لها بسرعه قال لها انتوا ما ينفعش تعملوا كده في اختي. راحوا ضربهم، بس هم كمان ضربوه. راح حط اختها تاني على الكرسي بتاعها وهم كملوا ضرب فيه، قعدوا يضربوا 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 وزقوا اخته وقعت في الشارع. هو حاول يلحق اخته بس خبطته العربية وبس. اخته الحمد لله ما حاجة، فيش حاجة حصلت لها. هم قالوا لها انت كويسة؟ ايه ده انت رجلك اتكسرت، انت مش كويس ولا ايه، مين اللي عمل فيك كده؟ هي قالت لهم انا بقيت كويسة، بس اخويا ان حاول يلحقني والناس قعدوا يضربوا فيه وده حصل له بسببي. لازم نروح بيه بسرعة على المستشفى، ابننا تعبان قوي قوي، يلا نروح بيه على المستشفى. راحوا بيه على المستشفى، قالوا له معلش انت رجلك محتاجة تتجبس شوية. في الوقت ده اخته كانت خفت الحمد لله، وهو اللي كان تعبان. راح بابا ومامته عملوا معاه نفس اللي عملوه مع اخته، برضو دلعوه وخدوا بالهم منه. واكتشف ان هما مش بس بيدلعوا اخته، هما بيدلعوا اللي تعبان عشان لغاية لما يبقى كويس. انتوا كمان دلعونا واعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تجيلكوا كل فيديوهاتنا. شكرا ليكم، مع السلامة.